عزيزاتي المشاهدات، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم قضايا مسرحية. نتناول اليوم معكم موضوع الاقتباس المسرحي. نتمم حوارنا وحديثنا عن هذا الموضوع مع الأستاذ الممثل والمخرج المسرحي ربيع الإدريسي. أستاذ ربيع، أهلا وسهلا معك في هذا البرنامج. أهلا بك أخي صالح. أستاذ ربيع، نتحدث اليوم عن الاقتباس المسرحي. كسؤال معك أولي، أنا لما نتحدث عن المسرح نتحدث أولى تجاربه كانت مع الاقتباس. أعطيك فقط غير مثال بين قوسين. تجربة طيب الصديقي على سبيل المثال التي أعطت الشيء الكثير للمسرح المغربي، جاب لنا واحد الشكل سماه بالمسرح العمالي مع إحدى النقابات في المغرب. أنا فقط أتساءل معك، في الخمسينيات أو الستينيات المغرب بلد فلاحي وليس بلد صناعي. الصناعة كانت في الغرب، والطيب الصديقي على سبيل المثال يعني درس في فرنسا تحديدا. فالاقتباس المسرحي الذي نتحدث عنه هل هو اقتباس للشكل أم للفكرة؟ نعم، برأيكم؟ نعم، على حسب رأيي يعني هي تجربة جميع الجيل الأول من المغاربة هي تجربة في حد ذاتها قيمة جدا، لأنهم كان لهم الفضل في أن يوصلوا إلينا فنا اسمه المسرح. نعم. بحيث لولاهم لما استطعنا أن نتعرف على هذا المسرح، فهم كانوا مرحلة أساسية ينبغي أن نمر منها. ولا أعتقد لو كنت خضت نفس التجربة أنني كنت سأقدم غير المسرح العمالي، لأننا لم نكن في تلك الفترة لا يمكن أن تدرك ماهية المسرح ودوره وحقيقته، فقط جانب الإبهار والإعجاب بهذا العلم وهذا الفن الحديث الذي أراد ذلك الجيل أن يوصله إلى المغاربة للشركة معهم هذا الطبق الشهي الفني الرائع. أما الآن عندما أصبحنا نتكلم عن وظيفة المسرح، دور المسرح في التنمية، دور المسرح كذا كذا، فينبغي أن نتساءل هل الاقتباس يعني هل كل ما يقتبس يمكن أن يكون له دور، نتيجة، هدف صالح للمجتمع المغربي؟ فكما تفضلت وقلت بأن المرحلة بمعنى المنتوج الذي أخذناه لم يكن موافقا لحاجيات المجتمع آنذاك. لم تكن هناك أزمة مثلا لم تكن هناك معامل ولا أزمة ولا شيء من هذا القبيل. كانت هناك ممكن أن يكون مشكل جفاف، مشكل فيضانات، يمكن أن تكون مشاكل مع الطبيعة. المغرب كانت حركية صناعية. نعم. والدليل هو أن على سبيل المثال نحن فقط غير مثال، نعم. لسنا تجريحا في هذه التجربة. مسرح العمال على سبيل المثال كان هناك عمال في نعم. المغرب، لكن الغالب في المغرب لم يكن المغرب عماليا. نعم. كان مغربا طاغع فيه الجوانب الأخرى التي تعرف التي ذكرناها، بمعنى أنك لما تقتبس مسرحيات فينبغي طيب العلاج على سبيل المثال اقتبس مسرحيات عن موليار وعن كثير من لكن اقتبسها بحمولتها الاجتماعية التي عالجت قضايا اجتماعية التي تشترك فيها البشرية جمعاء. صحيح. هو عندما يكون وجه الشبه نستطيع أن نقول بأن الطيب العلج مغربة ما اقتبسه بحيث يمكن نعم. أن يسند إليه أنه ألف. نعم. لكن هو يذكر أنه اقتبسها، يعني لا حفاظا للملكية الفكرية. السيد الطيب الصديقي قام بوضع، هو معجب بالثقافة الفرنسية ولا يخفي ذلك، فهو قدم يعني المنتوج يعني كشيء لو وقع كيف كان سيقع. هذا لون من الألوان المسرحية. الاقتباس في نظري ينبغي أن يعالج مشكلا ما، إذن أن يكون هناك حدث في ذلك المكان، يعني هناك أزمة أو مشكل في مجتمعنا ما نعالجه عن طريق اقتباس نص معين، بمعنى هناك وقعة شبيهة وقعت في المكان الذي نقتبس منه هذا الحدث فنقوم بمعالجتها، بمعنى كأننا نكتب قصة لهذا المجتمع ولكنها قصة موجودة، إذن فهي تقتصر عليك مسافة التأليف والإبداع بهذا الجانب. نعم. أستاذ ربيع، أنا فقط لما نتحدث عن الاقتباس ينبغي أن نتحدث عنه بنبرة يائسة. نعم. لأن ينبغي أن نشفع لهؤلاء الذين الجيل الأول والثاني مع الصديقي ومع العلج، يعني أن نشفع لهم وأن نلتمس لهم على أنهم بالفعل أبدعوا في تطوير اللعبة أو الممارسة المسرحية، لأنه كان فراغ. أكيد. كان فراغا، أردنا أن نمارس المسرح، لدينا فراغ، التجأنا إلى الانبهار التي كانت ساعة الانبهار بالمسرح الغربي تحديدا بالقالب وبالمضمون، فاقتبسنا. الإشكال أستاذ ربيع هو أن هذا الذي اقتبسناه هل كانت في مواصفات التكيف أو التكييف مع خصوصيات يعني المشاهد المغربي بحمولته التراثية، بقيمه الاجتماعية، بمنظومته القيمية إلى آخره. هو الجواب في طيات السؤال لا يمكن لشيء يعني كان سبب وجوده يعني في ثقافة تختلف عن ثقافتنا. نعم. يعني سبب كتابة ذلك النص تتماشى مع القيم الغربية، الثقافة الغربية، الهوية الغربية التي نعرف أنها تختلف، تتناقض، أحيانا ما تتلامس بعض المواقف.
فبالتالي المقتبسات في غالبها كانت لا تتماشى مع الهوية المغربية، هذا شيء. ولكن كانت هناك محاولة المغاربة، ولكن في كثير من الأحيان إذا قمنا بقراءة والقراءة ديال الشخصية في السياق التاريخي كل ما اقتبس من الغرب، يعني كانت هناك هجمة عن طريق المغاربة على الهوية وعلى القيم وعلى الجانب من دون وعي. لا أقول بأنها كانت سوء نية أو كان الجانب، ولكن الانبهار بأنها كانت متقدمة ناجحة فيما هو صناعي، كانت هناك هجمة من حيث لا ندري. فأنا أقول بأن العالم الغربي. أستاذ ربيع، اسمح لي، الكلام الذي تقوله يحتاج إلى رد. نعم. أخالفك بهذا. يعني أن تقول بأن كانت هناك نجمة وقصد ربما دون قصد على سبيل المثال. أنا فقط أقول لك أستاذ ربيع، لما نتحدث عن الاقتباس نتحدث على لحظة عاشها المسرح المغربي ولا زال مع كامل الأسف. ما زلنا اليوم إلى حد الساعة نعيش على الاقتباس المسرحي للنصوص يعني أنتجت خارج التربة المغربية. هناك عدة أسباب. هناك عدة الأسباب لهذا الجانب. السبب الأول عدم وجود مؤلفين بالقدر الكافي للمخرجين الذين اشتغلون في التمييز. هذا جانب. الجانب الثاني قدرة المؤلف الغربي عالية في مخاطبة الناس، يعني أعطي لك نص يغري على الاشتغال عليه. هناك نصوص كثيرة أنا شخصيا أتمنى اقتباسها وتقديمها للمجتمع المغربي جيدا. ليس العيب في الاقتباس. ليس العيب في الاقتباس. توظيف الاقتباس. أنا بالنسبة لي توظيف الاقتباس، العيب في من يقتبس إذا لم يستطع أن يلامس هموم مشاعر قيم المجتمع المغربي. على المخرج أو المقتبس المؤلف الذي يقتبس أن يلامس هموم كل المغرب، وليس مثلا المجتمع في الرباط والدار البيضاء يختلف عن المجتمع في البوادي والقرى النائية. أستاذ ربيع اسمح لي، الله يجازيك بخير، أنت كمخرج مسرحي واعد شاب إن شاء الله صدفناك بهذه الصفة أنك من الجيل الرواد إن شاء الله في مستقبل المسرح بالمغرب. اطلعت عليكم في تقريبا 2003 أو ما شابه ذلك اقتباس لمسرحية أنتيغون عن عقدة أوديب، أليس كذلك؟ واقتبست هذا الشكل المسرحي. وعقدة أوديب مع كامل الأسف ملأت مسرحياتنا لمدة طويلة، ونحن كمغرب براء من عقدة أوديب. يعني ولد يتزوج أمه ويقتل أباه إلى آخره. كيف استطعت أنت ربيع الإدريسي أن تنشئ أو أن تحدث ربيعا فيها ما اقتبست وليكون منسجما مع الخصوصيات المغربية؟ بالنسبة للاقتباس أنا حاولت أن أدمج بين علمين. يعني وأسميته علم القياس في فن الاقتباس. علم القياس في فن الاقتباس. معروف في الشريعة الإسلامية أننا عندما نريد أن نحدث حكما ليس فيه في القرآن ولا في الحديث ولا في إجماع العلماء شيء نقوم بالقياس. معروف هذا عند العلماء. عندما أخذت قصة أوديب مسرحية أوديب وأنا لا أتفق أنها عقدة، هذه قراءة غربية لها ولهم الحق أن يعتبروها عقدة. أما بالنسبة لم تكن عقدة، هناك قدر أو آلهة حسب المفهوم الغربي، قدر ساق حسب رأيي ساق أوديب إلى أن يقتل أباه فيتزوج أمه. وفي الواقع هو أراد الهروب من القدر فوقع في القضاء. تباهنا حسب فهمي. إذا فماذا اقتبس؟ ماذا لو حدث وأن وقع لأحد ما مثل ما وقع لأوديب في المغرب؟ المغرب بلد مسلم، يعني له قيام مأخوذة من العرف المغربي ومن الشريعة الإسلامية من هذا الجانب. إذا لو وقعت في المغرب ماذا كان يمكن سيحدث؟ إذا فقمت بنفس القصة إلى نهاية ما أسموه العقدة، عندما اكتشف نفسه أنه قتل أباه وتزوج أمه وابنتاه يعتبران أنتيغون وإسمين هما أخته، والمسرحية أحيانا تجد اسمها أنتيغون. ماذا قمت؟ قمت بأنه أولا هو لم يفقع عينيه، يعني هو قبل القضاء والقدر لأنه لم يكن متعمدا. قبل أن تسترسل في الحديث، لأن نحن ليس الغرض منه هو نعرجوا نفصلوا في المسرح، لا، ولكن لا تظن معي أستاذ ربيع على أن الحديث على أن إنسان يقتل أمه أو يتزوج أمه هذه فكرة غريبة على الثقافة ديال المغاربة أصلا. المسلم حنا عندنا ثقافة ديال الإسلام والحمد لله هذه قرون وحنا مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يفكر المسلم المغربي بهذه الطريقة. لماذا يتم المسرحيون يلجؤون إلى مثل هذه التوظيفات والاقتباسات اللي هي لا علاقة لها بالواقع المسرحي؟ هي من جهة التطبيع مع هذه الأشكال، أم أننا خصنا نوجدوا لها واحد التربة ونستفزوا المشاعر ديال المغاربة، أم أن هناك رؤية أخرى عند المخرج أو المقتبس؟ هي أحيانا تكون لأن طبيعة الناس الذين يشتغلون في هذا الميدان أن يبحثون عن الغريب الذي يثير الجمهور، الذي يمكن أن يثير الجمهور. حيث تكون النية بهذا الجانب صادقة، ولكن في الغريب الذي يثير. نعم الغريب الذي يثير هو يمكن. أنا عندما اقتبستها لأنها غريبة ومثيرة، ولأن كثير من الكتابات التي قرأتها مقتبسة لم أتفق معها. فأردت أن أقول يعني كانت هناك المذهب الأرايتي، أرأيت إن وقع كذا. فمثلا قصة أوديب يمكن أن نقدمها، ماذا لو حدث ووقع لنا في المغرب مثل هذا؟ وهذا أسميه بالمسرح الوقائي، بمعنى نقدم مشكلا وقع في مجتمع ما أو افترض أنه وقع
ذلك المجتمع وضع له حلا. نحن لنا حل أسمى. المخرج مثلا الكاتب حكم على أديب بالقتل وعلى الأم بالانتحار وتشتتت الدولة. نعم. نحن لا يمكن أن يحدث ذلك لأن لنا فقه لمثل هذه المواقع، يعني فقه الضرورات. أستاذ ربيع، كلامك يجرني إلى بعض. تحدثت عن الفقه وتحدثت عن أريت. أنا فقط أقول نحن في المغرب عندنا المذهب المالكي في واحد النقطة أساسية، يعني أنه كان لا يجيب على الأسئلة حتى تقع. نعم. يعني وهذه نقطة إيجابية مضيئة في المذهب المالكي في المغرب وفي العالم الإسلامي الذي يعني يأخذ بهذا المذهب، بمعنى المسرح ينبغي أن يجيب على الإشكالات المطروحة، لا أن يفتعل إشكالات أخرى غير مطروحة أصلا. نعم، هو في الواقع يجب أن يكون الاكتفاء الذاتي في طرح المشاكل الموجودة أساسا. نعم بكامل مقوماتها، ولكن ليس هناك مانع من طرح الواقع الافتراضي بشرط أن يكون ذلك الواقع، لأن المخرج بصفة عامة تكون له رؤية ثاقبة في الزمان باختلاف الإنسان العادي الذي لا يمارس المسرح. إذا هناك رؤية في الزمن، قد يستطيع أن يطرح مشكل يمكن أن يقع فيه المجتمع، فقط ينبغي أن يكون ذلك المشكل يعني بشكل واقعي، وأن يكون طرحه نابع من ثقافتنا وهويتنا. قصة أديب حلها وقع من ثقافة اليونان آنذاك، ولكن نحن ينبغي أن يكون له حل مناسب لعصرنا أو مناسب للفترة الزمنية التي نتوقع يمكن أن يحدث فيها ذلك. نعم. وهنا أحيلك مثلا إلى الحديث عن زنا المحارم، لنا فقه شامل كامل فيه. إذن فزنا المحارم ونبحث هل كان متعمدا أم غير متعمد. إنه هناك الجانب في الإسلام هو شاسع وقادر على أن يستوعب كل الأحداث التي ستقع في المستقبل، ولو تحدثنا عن سنة 3011 أو 4011 إلى ذلك. نعم. أستاذ ربما آخر سؤال أستاذ ربيع، أنا فقط طلعت على بعد ما كتبت في موضوع الاقتباس، ما سميته بالاقتباس الفني في القرآن الكريم أو من القرآن الكريم. والقرآن بالنسبة لنا كمسلمين أو كمغاربة ذخيرة يعني غنية. القرآن كله مملوء بشواهد، بقصص، بصور، بمشاهد مسرحية بين قوسين. نعم. يعني الأنبياء مع أقوامهم، كثير من النماذج في القرآن الكريم. لماذا آثرنا الاقتباس من خارج الدائرة القرآنية التي نحن لها يعني متمسكون، ومشينا نقتبسوا من الغرب وخلينا القرآن اللي هو فيه فرص وفيه فرص كثيرة جدا. يعني أنت بالنسبة لك هذا الاقتباس الفني من القرآن الكريم كيف نظرت إلى هذا الموضوع؟ هناك جانبان أساسيان. نعم. أنا كنت أعرف من خلال يعني البحث ديالي في المسرح أنه هو الوعاء والوسيلة التي يمكن أن نخاطب بها البشرية جمعاء. نعم. إذن أفضل وسيلة لمخاطبة الناس ومحاورتهم بمستوى راقي عالي جدا. نعم. سواء كان ممن يتقاطع معك في الهوية أو يختلف عنك، يعني فيسمى بحوار الحضارات. وجدت أن المسرح وعاء لذلك. ثم قلت ما دام هو وعاء، هم يرسلون إلينا قيمهم، أهدافهم، تاريخهم، تراثهم، لما لا نرسل إليهم نحن قيمنا وتراثنا؟ أفضل شيء يمكن أن نوصله هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن القرآن هو نور للبشرية. فأنا أوجدت وسائل أو ابتكرتها أو اخترعتها أو أخذت مما يوجد من فن الاقتباس. وكان توفيق الحكيم قد سبقك السيرة في أكيد. أكيد. نحن ومن قبل كثير من المسرحيين سبقوا حتى توفيق الحكيم. نعم. في استنباط واستخراج مجموعة من القصص من القرآن الكريم. هناك الكاف، هناك التجارب. نعم. أنا الذي حاولت أن أحدده في الاقتباس الفني من القرآن وهو الاعتماد على النص القرآني دون الدخول في التفاسير التي غالبا ما تكون محشوة بالإسرائيليات. يعني كيف نستطيع أن نوصل ذلك النص الرباني خالصا إلى العالم الغربي حتى لا يوقع خلل فهم البشر على الطرح الرباني، لأن ديما الفهم البشري قاصر. نعم. ويتطور. الاقتباس أنا وضعت له أسس ومعايير. اقتبست في ذلك الموقع الذي كتبت فيه قصة الخضر الموجودة في سورة الخضر مع سيدنا موسى. نعم. الموجودة في سورة الكهف. فاقتبست الشخصيات، الأحداث، ما يسمى بالتوابع، التصوير، الفضاء، الوقت والزمان، وقمت باستبدال العناصر بأشياء مقابلة لها. عندما نستبدلها نستطيع أن نكتب قصة تتماهى وتتماشى مع القصة الموجودة في القرآن. أستاذ ربيع أستمع على المقاطعة لأن الوقت انتهى. أشكرك جزيل الشكر. الحديث معك شيق أستاذ ربيع بكل صراحة. أشكرك جزيل الشكر على مساهمتك معنا في حلقة اليوم الاقتباس المسرحي، وأشكركم أنتم كذلك أعزائي المشاهدين على وفائكم وإخلاصكم لبرنامج قضايا مسرحية، وأشكر كذلك الفريق الفني والتقني الذي ساهم في إعداد وإخراج هذه الحلقة لكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.